اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. ايه رأيكم بقى في العظمة اللي انتوا شايفينها دي؟ ما شاء الله، كان عندي عزومة كده ما شاء الله. عملت فيها احلى صينية مكرونة بالبشاميل. ايه الحلاوة والجمال دي! طبعا كانت سخنة لسه جدا، شايفين؟ حتى مش عارفة امسكها، وطالعة معايا متماسكة وحلوة جدا. والجلاش برضو. وادي صينية جهزتها. طبعا العزومة اللي عندي صنايعية شغالة في البيت الحمد لله. بيوضبوا عندي حاجات، فبأكلهم أحلى أكل اللي احنا بناكل منه. طبعا دي صينية، وعملت كمان صينية زيها وطلعتها. شايفين بقى الصواني وهي خارجة من الفرن؟ بسم الله ما شاء الله. ده الجلاش فطير، طالع فطير ما شاء الله عليه ومورق. وكمان المكرونة دي نبقى قطعها قدامكم اهيت، طالعة برضو حلوة جدا ومتماسكة حتى وهي سخنة. طبعا الحتة دي طبعا ولادي، انتوا عارفين البيت اللي فيه ولاد ربنا يخليهم. تعالوا بقى نشوف ازاي عملنا العظمة دي كلها، وتقدري تعمليه في وقت قياسي جدا. اول حاجة حطيت كده صينية. الصينية دي هنجهز فيها مع بعض البشاميل. حطيت سمنة ومكعب زبدة. وللكيلو لبن تحطي 5 معالق دقيق و5 معالق سمنة. لازم الدقيق يبقى قد السمنة. انا بقولك معيار الكيلو لبن. طبعا انا عاملة صينية ما شاء الله كبيرة زي ما انتوا شايفينها، بس انا اللي هقولهولك على معيار الكيلو اللي هي الصينية المتوسطة، اللي هي بتاخد نص كيلو مكرونة. يبقى نص كيلو مكرونة اقلام سايبة، نص كيلو نص كيلو. لكن الكيس بتبقى 350 جرام. تمام، نص كيلو هو 500 جرام مكرونة لكيلو لبن. 5 معالق دقيق، 5 معالق سمنة. ده البشاميل بتاعها. المقادير اللي بقولها لك دي مظبوطة 100%. طبعا نزلت اللبن بتاعي على الدقيق بعد ما ريحة الدقيق طلعت عليا. حطيت سنة ملح وسنة فلفل أسمر. وتقدري تكملي بمية عادي خالص. تقلبي، تفضل ايدك كده في قلب البشاميل تقلبي فيه عشان ما يكلكعش منك. لازم ايديكي تبقى فيه كده لحد ما يبقى قوامه معاكي زي الكريمة. ايدك بقى تفضل كده في قلب البشاميل لما القوام معاكي يبقى المظبوط. طبعا انت حابه يبقى خفيف معاكي وتبقى يعني المكرونه كده سايبه معاكي، دي حاجه ترجع لك. انا ده القوام بتاعي اللي طلع معايا النتيجه اللي انتوا شايفينها. ده القوام المظبوط، تطلع معاكي متماسكه وجميله. هبتدي احط كده راق كده من تحت من البشاميل. المكرونه معايا طبعا انا سلقاها نص سلقه، يعني تبقى فيها ايه، ندغه بسيطه كده، لان هي هتخش الفرن تكمل معاكي السوا في الفرن اهو. للعلم انا بجيب مكرونه سايبه عاديه جدا من عند العلاف، بس من مكان انا عارفاه ان حاجته نظيفه، طبعا ما بتعجنش ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله عليها. حطيت كده طبقه برضو معايا من المكرونه. ببتدي اوزعها حلوة قوي، وانا بوزعها بضغط عليها زي ما انت شايفاها كده، وانزل عليها كمان كده برشة بشاميل علشان لما احط اللحمة تبقى ماسكة معايا. تيجي تقطعي كده الخرطة تبقى طالعة معاكي خرطة كده بخرطتها، اللحمة ما تنزلش من خرطة المكرونة. ببتدي بقى اوزع اللحمة المتعصجة. طبعا طريقة التعصيج فيديوهات كتير، بس اقولها لك برضو. بتجيبي طبعا نص كيلو لحمة حسب اللي انت جايباه، نص ربع كيلو. اهم حاجة تكتري البصل معاكي، يزود معاكي الكمية. لو انت عايزة تعملي مثلا صينيتين من نص كيلو، تحطي عليهم نص كيلو بصل. وكمان فلفل اخضر تكوني مقطعاه، وتديله تتبيلة كده بسيطة. وبعد كده معلقة سمنة، وبعد كده تنزلي باللحمة المفرومة بتاعتك، شوية ملح شوية فلفل أسمر 7 بهارات. تكوني بشرة حبيتين طماطم أو ضربهم في الخلاط
تنزلي بيهم برضو عليهم وتسيبيها كده تاخد وتدي مع بعضها لما تبقى معاكي بالنتيجة الروعة دي. بعد ما فردنا اللحمة وضغطنا عليها، ننزل ببقية المكرونة بتاعتنا اهي، وتبتدي برضو تفردي، وانت بتفردي تضغطي بالمعلقة اللي معاكي، تفردي وتضغطي زي ما انت شايفة كده. لو شفتي الفيديو لحد هنا ما تنسيش تشتركي لي في القناة وتعملي كده كومنت حلو منك يشجعني، ان شاء الله الفيديو يعجبك جدا تعملي لي لايك. فردنا كده زي ما انتوا شايفين المكرونة فردناها حلوة قوي. بعد كده هننزل ببقية البشاميل، وبرضو تفرديه حلو قوي طبعا من غير بيض ومن غير اي حاجة خالص. تكوني مشغلة الفرن بتاعك على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، تحطي صينية المكرونة بتاعتك بسم الله ما شاء الله زي ما انتي شايفة كده. طبعا المقادير اللي انا اديتها لك مقادير صينية متوسطة، مالكيش دعوة باللي انا عاملاه ده، مقادير صينية متوسطة وهتطلع معاكي مظبوطة 100%. نيجي بقى برضو لصينية الجلاش بتاعنا، ما شاء الله برضو صينية كبيرة دي انا واخدة لفتين، حاطة لفة من تحت فردتها من تحت زي ما انتوا شايفين، دهنت الصينية سمنة وفردت لفة الجلاش من غير سمنة ولا اي حاجة خالص ما بين الطبقات. بكتفي بس بالخليط اللي انا بعمله وبحطه على الجلاش من فوق، بيخلي معايا الجلاش حلو جدا وخفيف وكمان مورق. بنزل بقى كمان ببقية اللحمة بتاعتي المتعصجة اللي انا قلت لكم طريقتها، بفردها حلو قوي. وتحاولي وانتي بتوزعي لفة الجلاش طبعا عشان دي صينية مدورة مش مربعة، تحاولي ان انتي تظبطي ايديكي بحيث كل جنب في الصينية يبقى واخد حقه من الجلاش، ما يبقاش جنب رقيق وجنب مليان. ببتدي افردها بقى زي ما انتي شايفة الحلاوة والجمال ده اهو. بظبط تخلي ايديكي كده بميزان تظبطي معاكي الصينية. بعد ما فردت كده لفة الجلاش بتاعتي بالشكل الجميل ده، الشكل المظبوط اهي، حتى لو في حاجات معايا كده حتت صغيرة مقطعة بحاول ان انا اظبط الدنيا واخلي حروف زي في النص بالظبط. لازم حاجتك كده تبقى مظبوطة وتعمليها بتأني عشان تطلع معاكي ناجحة. هبتدي بقى ان انا اقطع الصينية التقطيع عادي اللي تريحك. انا بحب في الجلاش الحادي اللي هو باللحمة بحب التقطيعة دي اللي هي المربعات العادية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهي تقطعيها طبعا. يا ريت التفاعل يا جماعة، الفيديوهات لو سمحتوا بتشجعونا طبعا اللي احنا ننزل لكم وصفات حلوة وكلنا بنتعلم من بعض. طبعا كلنا ستات شاطرين في بيوتنا، لكن في بنات لسه مبتدئين في المطبخ ما يعرفوش حاجات كتير عنه، فبنحاول اللي احنا كلنا نتعلم من بعض. اهي اتقطعت معانا اهيت بالشكل الجميل ده. نبتدي نحضر في السائل اللي احنا هنحطه على وش. طبعا معايا هنا بيضتين او 3 للصينية، بيضة واحدة. الصينية الكبيرة اللي زي دي انا حطيت 3 بيضات ضربتهم بملح وفلفل اسمر، ومعايا معلقتين كبار سمنة، معلقتين كبار سمنة، ومعايا كمان كوبايتين لبن. هبتدي احط ده كده كله في بعضه. انا كده دلوقتي بحط ده كله في بعضه في قلب الكوباية، وطبعا الفرن معاكي شغال. تبتدي بقى تنزلي الخليط بتاعك كله، تغرقي الصينية بتاعتك الخليط بتاعك ده. طبعا ده فلفل اسمر، لازم تحطي فلفل اسمر
علشان البيض، وكمان بيدي ريحة حلوة وطعم حلو لصينية الجلاش. ببتدي أشبع الصينية كلها من الخليط بتاعي أهو، وأحرك الصينية كده شمال ويمين أشربها كلها.